ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض بانيه استحاله يفك القشره اللي فوق دي، استحاله تترفع لفوق كده، اللي هي تتشال من مكانها. هقول لكم على حاجه بسيطه خالص، في ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها، فاحنا نعمله مع بعض وهعرفكم دلوقتي ازاي. هنجيب اي بوله فيها طماطم وبصل وفلفل وتوم، وهنحطهم مع بعض في الكبه، وهنحط ملح وكزبره وفلفل اسمر وبهارات فراخ وبابريكا وشوية كركم. هنخلط كل دول مع بعض، هنضربهم جامد علشان احنا عايزين المية بتاعتهم. انا هنا كنت خلاص حطيتهم في الكبة مع بعض، انا محتاجة بس المية. الحاجات اللي فاضلة دي ما ترميهاش، تبلي بيها بقى ايه، فراخ عينيها في التلاجة وابقي تبلي بيها الفراخ، المهم ان انت ما ترميش حاجة. فانا هنا كنت بصفيهم علشان انا محتاجة المية بس. صفيتهم كويس جدا وهاخد المية بتاعتهم. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي، اهم حاجة علشان ناخد الثواب. هنحط معلقة خل وهندوبهم كويس مع بعض، ما تكتريش خل، هي معلقة واحدة، ودول معلقتين دقيق. الدقيق ده اللي مش هيخليها تفك خالص، لو ما عندكيش دقيق تقدري تحطي نشا. هنقلبهم كويس جدا علشان ما يبقاش فيهم حتت تكتلات كده، فانا قلبتهم شوية. هتجيبي بقى على حسب الكمية اللي عندك بيضة او 2 وهتحطيهم عليهم. اعملوا لي لايك واشتركوا بالقناة علشان اي حاجة بنزلها توصل لكم. حطيت مع البيضة شوية ملح، وحط كمان فلفل اسمر، انا هحطه في البولة. الخلطة دي اقسم بالله تحفة، جربوها وادعوا لي ان شاء الله. قلبيهم بقى مع بعض كويس. انا حطيت شوية فلفل اسمر علشان البيض وقلبته. هفضل اقلب فيهم شوية عشان كل حاجة تندمج مع بعض، ما يبقاش فيه دقيق ظاهر كده ومش لطيف. هحط بقى شرايح الفراخ كلها مع بعض وهقلبهم وارجع لكم. هنا كنت حطيتهم كلهم مع بعض، هقلبهم. لو انت مستعجله اعمليهم على طول عادي مفيش مشكله، لو مش مستعجله وهتبيتيهم هتسيبيهم ساعه او 2 يبقى افضل. هنا حطيت شويه ملح وشويه بهارات فراخ، والباقي من الخلطه انا ما رميتهمش، انا تبلت بيهم من باقي الفراخ. اي فيجيتار مع بقسماط عندك، اي نوع انت بتحبيه هتحطيه، وهتضغطي بايدك كده بقى علشان تفردي شويه قطعه البانيه وتبقى ارق اكتر. هعملهم بقى كلهم واوريه لكم. حطي زيت على النار، سخني الزيت كويس وخلي النار بتاعته وسط. هنا كنت خلصت، ما بتفكش وما بتترفعش خالص، بتفضل كده تبرد ما تبردش، القشره بتاعتها ما بتتشالش خالص. جربوها وادعولي ان شاء الله تعجبكم. لو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي بالقناه وتفعلي الجرس علشان اي حاجه بنزلها توصلك. سلام عليكم.